أفضل وأحسن وأكبر سوق للأقمشة. هذا السوق اللي ورايا شايفينه، هذا هو السوق اللي يعتبر أكبر وأشهر وأفضل أسواق الأقمشة في الرياض. وفي معلومة هقول لكم عليها في نهاية المقطع، يمكن الكثير من اللي يعرفوا السوق ما يعرفوا هذه المعلومة اللي حقولها في نهاية المقطع. والجميل في السوق انه متنوع، يعني هنا نلاقي في هذا القسم هنا مثلا الأقمشة الرجالية بكافة أنواعها، مجموعة كبيرة من المحلات اللي عندهم الأقمشة الرجالية. وبرضه بنلاقي الأقمشة النسائية، سواء كانت أقمشة السهرة، أقمشة العبايات، زي هذه المجموعة من الأقمشة. أشياء كثير بنشوفها في هذا السوق الجميل. شوفوا كمية البضاعة اللي موجودة في السوق، ما شاء الله تبارك الله، والكراتين اللي بتروح لتجار الأقمشة سواء في الرياض أو خارج الرياض أو كمان خارج السعودية. سوق جدا كبير ما شاء الله تبارك الله، منها الشتوي منها الصيفي وأنواع متنوعة ومختلفة. وحتى المخاوير ما شاء الله تبارك الله حتلاقوها في هذا السوق بأشكال متنوعة وأسعار جملة. شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. أما الحاجة اللي أتوقع إنه الكثير من اللي يعرفوا هذا السوق ما يعرفوا هذه المعلومة اللي حقول لكم إياها بعد شوية، إنه هذا السوق له دور ثاني فوق، له دور ثاني متخصص بأقمشة، منها العبايات منها السهرات وأشياء جدا حلوة. حوريكم إياها الآن. شوفوا ما شاء الله السيارات اللي بتنقل البضائع إلى الأسواق. والمعلومة اللي بقول لكم عليها، شوفوا هذا مثلا مدخل رقم 7، مدخل السوق. هنا في المقابل حنلاقي مدخل رقم 3، مدخل مكاتب رقم 3. هذا اللي بيوديكم على الدور الثاني. وفي أكثر من مدخل كمان، مو بس هذا المدخل، في أكثر من مدخل يوديكم على الدور الثاني اللي الكثير منكم ما بيعرفوا. يميز الدور الثاني انه محلات الأقمشة اللي فيها شوي ارقى من المحلات اللي تحت. يعني يمكن اللي تحت بعضها يعتبر شعبي شوي، لكن هنا في الدور الثاني المحلات عندها أقمشة اجمل وارقى في النوعية. شوفوا المحلات، من ضمنهم محلات العماري لأقمشة العبايات. ما شاء الله يعني ما حمدح في أقمشتي. حتشوفوا اللوحة الإعلانية هنا اللي فيها جميع الحسابات، سواء المتجر الإلكتروني أو السناب أو الانستغرام. وهذا هو العنوان اللي هو الرياض، شارع الملك فهد أو طريق الملك فهد، أسواق القدس، الدور الثاني أو الدور الأول. وهذا هو المحل. هنا حتشوفوا تشكيلة من أقمشة العبايات والأقمشة الشتوية النسائية وكافة الأقمشة اللي تتميز بجودتها العالية وأصنافها الخاصة بالمحل. هذه المطرزات هنا ما شاء الله تبارك الله، وهنا الدانتيلات، وهنا الجاكارات، وهنا العبايات الملونة. تشكيلة موسعة ما شاء الله تبارك الله. وعلى يمين المحل برضو مجموعة من المحلات الخاصة بالأقمشة. وعلى امتداد هذا الشارع، على امتداده محلات كلها للأقمشة. الكثير ما بيعرف هذا الدور، يتوقع انه أسواق القدس فقط دور واحد، لا، في كمان هذا الدور منتشرة فيه محلات. الكثير منكم ما بيعرف انه في محلات للأقمشة. وهذا هنا محل ما شاء الله حيفتح قريب، اتوقع حيكون العيسائي اكسو، اسم معروف في عالم الأقمشة، حيكون في هذا المكان. وهنا ما شاء الله مجموعة من المحلات، عدد جدا كبير من المحلات. إن شاء الله تكون التغطية هذه أفادتكم فيما يخص موضوع أسواق الأقمشة في الرياض. أسواق القدس في الرياض من الأسواق المعروفة جدا والمشهورة والكبيرة، اللي هي في طريق الملك فهد، الرياض عتيقة.